في 2016 2017. طبعا ما عليكم، صوتي مريض، بلاعيمي من التصور صارت بلاعيمي. المهم في عام 2016 2017 في هذه السنة صار حدث كبير صراحة. في صحيفة نشرت ولقبت كريستيانو رونالدو بالمنتهي. السبب انه كان في دوري ابطال اوروبا في تلك المدة في دور المجموعات، بعد انتهائه كان ميسي لديه 11 هدف وكريستيانو لديه هدفين. بعد الانتقال لدور ال 16 طبعا ميسي كان عنده 10 اهداف، وفي دور 16 سجل هدف وصار 11 هدف. في الدور اللي بعده اللي هو دور الثمانية، هنا كريستيانو رونالدو استطاع ان يسجل على الباير في الذهاب هدفين وفي الاياب 3 اهداف، ليصبح اهداف كريستيانو 7 اهداف، اما ليونيل بقي على 11 هدف. المباراة اللي وراها اللي كانت في دور الاربعة كانت امام اتلتيكو مدريد، استطاع كريستيانو بتسجيل هاتريك على اتلتيكو مدريد، ومن 7 اهداف الى 10 اهداف لتصبح كريستيانو 10 وميسي 11. اما في النهاية اعتقد كريستيانو شاف الصحيح